مساء الخير عليكم. احنا في الحلقة السابعة، وزي ما اتفقنا النهاردة هنتكلم عن الغضب. ونشوف الناس اللي بتغضب دي ايه اخبارها وايه علاقتنا بالغضب. طبعا هم قالوا لي اسيب المناديل. بنسى انا موضوع المناديل ده. فالغضب، آه عندي للناس الغضبانة خبرين: خبر كويس وخبر وحش. ودايما لما بقول للناس كده في التريننج يقولوا لي قول لنا الخبر الوحش الاول. فالخبر الوحش الاول ان حضرتك مش غضبان ولا حاجة، حضرتك خايف. وطبعا عارف ان الخبر ده بيبقى سيء جدا على رجالة كتير، لان الغضب يا جماعة موضوع فيه كده برستيج كويس. يعني انا بقى راجل وشنبي في وشي او شنبي مش في وشي، واقول ان انا غضبان كده برضو برستيج يعني. لكن ابقى كده واقول انا خايف وبتاع وكده، الوضع هيبقى سيء جدا. فالغضب دي برستيج، لكن الحقيقة حضرتك ولا غضبان ولا حاجة، وبرستيجك رايح لأن حضرتك خايف. تعالوا أحكي لكم حكاية. آه، آم، يعني مراتي فكرتني بإني أحكيها لكم، لأنها حكاية مهمة جدا. كل الناس اللي عندها أطفال 5 6 سنين، قاعد في الصالة بيجري حوالين الترابيزة اللي في الصالة، والأم خايفة لحسن الواد يتخبط في الترابيزة. فالأم تقول له يا واد اقعد ساكت، يا حبيبي اقعد، حبيبي هتتخبط، حبيبي هتتخبط. وكل ما تقول لابنها كده أكتر، كل ما حبيبي هيتخبط ده يجري أكتر ويضحك أكتر ويجري حوالين الترابيزة أكتر، وهكذا. الست دي في اللحظة دي بتقول له اسكت وحبيبي وخلي بالك وحبيبي وخلي بالك وكل الكلام ده ليه؟ لأنها خايفة ابنها يتخبط، صح؟ عندها مشاعر من الخوف. طيب، بس ليه كل ما تقول لابنها اسكت بطل بطل، الواد يضحك اكتر ويجري اسرع له ويجري اكتر، يضحك ويجري اكتر؟ لانه عمره ما اتخبط قبل كده، وبالتالي هو مش فاهم كلمة حبيبي اوعى تتخبط دي معناها ايه. مش فاهم اللفظ ده. زي بالظبط اول علاقة لما حكيت لكم في الحلقة الاولانية على فكرة الديناصور، انه طلع لمس الديناصور، فالديناصور اكله. ليه؟ ما عندوش اي خبره، ما يعرفش يعني ايه ديناصور، فلما لمسه اكله. بعد كده الناس اللي شافت الديناصور بياكل المقدمين عرفت فخافت فجريت. فالولد سامع ايه في ودانه؟ الولد سامع حبيبي برضه، حبيبي برضه، ده اللي الولد سامعه، فبيضحك ويجري، يضحك ويجري، يضحك ويجري. طيب، الولد وهو بيجري اتخبط، فالام بتعمل ايه على طول؟ رد فعل الام المصرية الأصيلة والمصرية اللي مش أصيلة، لأن أنا سمعت كل ده من كل الناس. الغضب أنا مش قلت لك تخلي بالك تي. هل الأم في اللحظة دي فعلا غضبانة؟ هل ده غضب؟ طبعا اكتبوا لي في الكومنتات ده إيه. لكن كلنا بقينا عارفين دلوقتي إن ده مش غضب، ده خوف. هي خايفة، لكن الخوف طلع قوي جدا. ليه بقى؟ لأن أعلى درجة من درجات الغضب، الخوف، هي الغضب. دي أعلى درجة. أنا قلت لكم الخوف المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم إن مشاعر ربنا سبحانه وتعالى ده نهلنا على مقياس من الزمن. فالخوف لأنه بيكلم المستقبل فمش محتاج يكون قوي قوي. الغضب لأنه بيكلم الحاضر. إحنا بنغضب لأن في موقف حصل في الحاضر. الأحاسيس بتاعتنا جمعت معلومات لخطر بيهددنا دلوقتي حالا، وبالتالي لما نغضب دلوقتي حالا الجسم يتم تحفيزه، الأدرينالين ينزل، يجهز الجسم للرياكشن السريع عشان ناخد موقف. عشان كده بتقوم تهب بسرعة عشان تلحق ابنها وتغضب. إذا هي مش غضبانة، هي خايفة. واتفقنا ان الخوف الاشاره بتاعته ايه؟ انت غير مستعد لحدث، بس المره دي الحدث ده بيحصل دلوقتي، بيحصل في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي. فكأن الغضب جاي يزعق للشخص اللي اخد الرساله وما نفذهاش. لانه في حاجه مهمه يا جماعه لازم تعرفوها عن المشاعر. المشاعر زي ما قلنا هي مجموعه من الرسائل او البرنامج المسبق، السوفت وير المسبق اللي بيقول لنا نعمل ايه في حالات معينه. وبالتالي الخوف جاي يقول لك استعد للمستقبل. طب لو ما استعدتش والطوبه وقعت في المعطوبه، يجي الغضب يقول لك بقى انا مش قلت لك؟ فحقيقه الامر انك وانت بتزعق انت بتزعل نفسك. الام اللي قامت بتزعق لابنها دي هي في الحقيقه بتزعل نفسها.
هو أنا ليه ما اتصرّفتش؟ لإني لمّا كنت خايفة من إن الولد يتخبط، كنت ممكن أشيل الترابيزة، كنت ممكن أشيل ابني، كنت ممكن أعمل حاجات كتيرة جدًا، لكن أنا ما اخترتش أعمل ولا حاجة، ونقلت الرسالة اللي جاية لي أنا، أنا المفروض أستعد، أنا كأم المفروض أعمل حاجة، ما عملتش ونقلت الاستعداد ده لابني، قُلت لابني أنت استعد، أنت خلّي بالك. المشاعر يا جماعة رسالة شخصية ليك أنت، عشان أنت اللي تستعد للحدث اللي بيحصل، مش عشان تدّيه لحد تاني. عشان كده كل مرّة هيحصل لك ده وتحاول تنقله لحد تاني هتلاقي نفسك فشلت. فالغضب جاي علشان يُعدّك لخطر في اللحظة الحالية دي. إذًا الغضب عامل بالضبط زي 911 كده، عامل زي بوليس النجدة اللي بييجي يلحقك عشان تدافع عن نفسك، عشان الغضب معمول لحالة واحدة بس هي اللي الغضب مفيد فيها، يعني حالة واحدة فقط، فهو مشاعر إيجابية جدًا، 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 وما بتجيش غير في لحظة واحدة هي لحظة الدفاع عن النفس. فأنا عايزكم تتخيلوا معايا كده، لو في واحد جاي يقتلك بسكينة، هيقتلك، إيه نوع المشاعر اللي لازم تكون عندك علشان تعرف تدافع عن نفسك؟ فتخيل كده إن واحد جاي يقتلك بسكينة وأنت حاسس بالرضا، أو أنت حاسس بالأمان، أو أنت حاسس بالسعادة، أو أنت حاسس بالندم، أو أنت حاسس بالوحدة. هل في أي نوع من المشاعر دول يساعدك إنك تدافع عن نفسك؟ بالتأكيد لأ. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تدافع فيها عن حياتك هو الغضب، لأن الغضب أول لما بيجي الأدرينالين يتفرز في الجسم، الجسم يبقى مؤهل إنه يحارب، يدخل في معركة، يقتل، يعمل، يسوي، فيقدر يدافع عن حياته. إذا الغضب يا جماعة نوع من أنواع الخوف اللي بيقولك إزاي تستعد، إزاي تستعد لخطر بيحصل دلوقتي حالا بيهدد حياتك، فإزاي هتستعد. عشان كده تلاقوا دايما في الجيش قبل المعارك القائد بتاع الجيش دايما بيحاول يخلي الجيش بتاعه يبقى في حالة غضب، فيقول لهم هيغتصبوا أمك، هيغتصبوا أهلك، هيغتصبوا البلد ليه؟ هو عايز يوصلك لمرحلة من الغضب اللي تقدر لما تدخل معركة تقتل فيها حد. عشان كده الناس اللي بتغضب من الزحمة، اكتبوا لي كام واحد بيغضب من الزحمة نعمل عليهم تجربة. الناس اللي بتغضب من الزحمة، الناس اللي بتغضب من أي موقف، اعملوا التجربة دي. أول لما تلاقي نفسك غضبت اسأل نفسك هل حياتك في خطر؟ هتلاقي عقلك الباطن اوتوماتيك قال لك لأ، حياتك مش في خطر. هتلاقي الغضب اللي انت فيه أو درجة الخوف بدل ما هي درجة خوف مليون في المية، هتلاقي درجة الخوف نزلت ل20%، 30%، لأن أكيد الموقف اللي انت فيه محتاج استعداد، لكنه ممكن ما يكونش بيهدد حياتك بالخطر، وبالتالي درجة الغضب هتلاقيها نزلت من مثلا 10/10 بقت 2/10. مثلًا الناس اللي غضبانة من الزحمة، اسأل نفسك كده أول ما تلاقي نفسك اتنرفزت وغضبت وبدأت تشتم كل الناس اللي حواليك، اسأل نفسك هل حياتي في خطر؟ هتلاقي الغضب نزل ل2%. أنت دلوقتي غير مستعد لإيه؟ ليه بتغضب من الزحمة؟ لأنك غير مستعد للتمن بتاع التأخير اللي هيحصل لو ما وصلتش في ميعادك، صح كده؟ إذًا تمن إن أنت هتتأخر هو ده الخوف اللي أنت مش جاهز ليه، وبالتالي تشعر بالغضب. اسأل نفسك على طول هل أنا غضبان؟ هل أنا حياتي في خطر؟ لأ، هتلاقي الغضب نزل ل20%، اللي هو الخوف المنطقي من إنك تتأخر على الميعاد، أو إنك مش هتلحق تنام كتير وأنت راجع من الشغل، أو إنك مش هتلحق تعمل أي حاجة من الحاجات اللي أنت كنت تعملها. طيب أعمل إيه؟ بقى هادّيكم مثال من حياتي. أنا ومراتي الاتنين بنشتغل في دبي، وإحنا الاتنين ساكنين في الشارقة. فمن الشارقة لدبي الدنيا زحمة جدًا. أنا بانزل الساعة 4:30 أروح الgym، فالدنيا فاضية تمامًا، أسمع مزيكا، أغني، أوصل في تِلت ساعة، أعمل الgym، أنزل أشتغل، حياتي لطيفة. مراتي بتختار إنها تنزل الساعة 08:00 فتنزل في عز الزحمة، فطول ما هي ماشية في الزحمة الحاجات، فتوصل هناك متنرفزة وطلعان عينها. طيب هل هي بتغضب كل يوم؟ لأ، أنا باختار إني عايز أنام واصحى الساعة 08:00، مش عايز أصحى بدري جدًا، ومتعودة على الزحمة دي فتمام. أمّا الناس اللي هتفضل كل يوم تنزل في الزحمة، وبعدين تكره الزحمة، وبعدين توصل الشغل متنرفزة، فيبقى يومها كله صعب ومنيل، وبعدين يرجع يقول الزحمة هي اللي بتضايقني، ما حضرتك في الآخر هتمرض ليه؟ لإنك
زي ما قُلنا مشاعر الغضب هتنتج الهرمونات اللي بتخلّيك تحفّز جسمك عشان تبقى مستعد، فأنت كل يوم بتعمل كده من غير ما تفهم العلاج بتاع الحكاية دي اللي هو سهل جدًا. انزل بدري وانزل من غير زحمة، أو قُل أنا باختار أنزل في الزحمة عشان مش عايز أصحى بدري، في الحالتين هتلاقي مشاعرك بقت تمام وأنت ماشي كويس. ولو شعرت بالغضب اسأل نفسك هل أنا حياتي في خطر؟ لأ، هتلاقيه نزل 2%. أنا خايف أتأخر، ساعتها الأكشن بتاعك هيبقى مختلف، هانام بدري وأصحى بدري، أو هانام متأخر وأصحى متأخر وأعدّي بعد الزحمة، هاغيّر مكان شغلي، هاغيّر شغلي، مش هاشتغل أصلًا، هتاخد أكشن مضبوط. إذًا الخلاصة الغضب هو أعلى درجة من درجات الخوف، اللي هو بيزعّق لك أنت لإنك ما استعدّيتش لمّا كان مجرد خوف طبيعي، وإن الغضب في حالته الطبيعية يعني خلّينا نقول كده 99% من الغضب هو بيزعّق لك أنت عشان أنت ما استعدّيتش من بدري، لكن في 1% من الغضب اللي هو غضب أساسي أصلي، اللي هو معمول عشان يدافع عن حياتك لمّا يبقى في حد جاي يقتلك، ما فيش أي حاجة تانية تدافع عن نفسك بيها غير إنك تكون غضبان، فتقدر تقاوم، فتقدر تقتل اللي قدّامك، أو تقدر تجري زي الصاروخ اللي بيسموه الfight flight reaction. ده بيحصل في حالة الغضب، عكس ما الناس فاهمة إن الflight ده بيحصل في الخوف، الخوف ما لوش دعوة، هو استعداد قوي للدفاع عن النفس. آآ طيب الteam بيشاور لي إن إحنا قرّبنا نخلّص الربع ساعة بتاعتنا في الموضوع بتاع الغضب. أرجو إن يكون الموضوع واضح، أنا عارف الناس زعلت أوي إيه ده يعني أنا مش غضبان، يعني أنا دمي مش حامي، يعني أنا مش أهلي صعايدة، يعني أنا مش أردني أصيل، يعني أنا مش كل الكلام ده. لأ، أنت خايف بس، والخوف معناه إنك تستعد، ولمّا هتستعد هتلاقي الدنيا بقت بخير. بُكرة ممكن نقول حتّة زيادة عن الغضب عشان نقفله، لكن هيبقى عندنا واحد من أهم المواضيع، واحد من المشاعر المهمة جدًا، جدًا إن إحنا نفهم الرسالة المهمة اللي جاية منها، وهي الندم أو الregret. هل الندم شيء كويس والّا لازم نسمع نصيحة الناس ما تندمش، ما تندمش، ما نندمش؟ بُكرة هنتكلم عن الندم ونفهم الندم شكله عامل إزاي، مفيد والّا لأ. أرجو إنكم تكونوا استفدتوا من الموضوع بتاع الغضب، جربوا الحدوتة اللي أنا قُلت لكم عليها وأنتم هتعرفوا إني عندي حق. شكرًا جزيلًا وأشوفكم بكرة على خير، وإن شاء الله ما تكونوش ندمانين على إنكم بتتفرجوا على الحلقات دي. تصبحوا على خير.